اخر اخبار الاهلي بيتواصل مع ديانج لتجديد عقده لمده 3 سنوات، وان شاء الله ديانج موجود في الاهلي خلاص، وان شاء الله يلعب كويس مع الاهلي المواسم الجايه ان شاء الله. كمان حسين الشحات بيتفق مع الاهلي للتعاقد معاه لمده موسمين، وكده خلاص كمان حسين الشحات موجود في الاهلي المواسم الجايه ان شاء الله. كمان عندنا مصدر من الاهلي ان احمد عبد القادر الاهلي عرض عليه 50 مليون في مقابل 3 سنوات، ولكن اللاعب عاوز 75 في المليون. ولغاية دلوقتي اللاعب رفض التجديد مع الأهلي، وممكن أحمد عبد القادر أقرب لعيبة إنه يمشي من الأهلي. كمان الأهلي بيدخل بشكل رسمي للتعاقد مع حمد حمدان لاعب بتروجيت، من أحسن لعيبة خط وسط في الدوري المصري، وأحسن لعيبة فلسطين حاليا. كمان الأهلي خلاص قطع شوط كبير للتعاقد مع المغربي بن عمري، وقدم عرض للرجاء المغربي، وخلاص قرب للتعاقد معاه والدنيا فتحت معاه، فاضل بس موافقة الرجاء، واللي تعاقد للأهلي يروح للأهلي إن شاء الله يناير الجاي. اللاعب خط باك شمال الرجاء البيضاوي المغربي، وباك شمال الفريق المنتخب المغرب، وفريق لاعب جامد جدا، وإن شاء الله يبقى إضافة للأهلي بسبب باك الشمال عندنا ضيعة خالص. كمان عندنا خبر تروب المدرب للنادي الاهلي عقد اجتماع مع الاداره استمر لمده ساعتين خلال عديد من الملفات بقى، ومنها الانتقالات واللعيبه اللي هتمشي واللعيبه مش اللي هتمشي. فهنشوف بقى مين اللعيبه اللي هتمشي ومين اللعيبه اللي هتيجي. كمان الاهلي اللي بيفوز بلقب بطوله افريقيا لكره السله سيدات بعد فوزه على الفريق النيجيري بمقابل 77-51، ومبروك لبنات الأهلي. كمان الأهلي تنازل عن كل البلاغات اللي كانت مقدمة ضد مصطفى يونس بعد اعتذاره لمحمود الخطيب وللنادي الأهلي. دي كل أخبار نادي الأهلي النهاردة، وهقول لكم في فيديو تاني أخبار للزمالك ومنتخب مصر وأخبار العالم.